النهاردة هنتكلم عن حاجة يمكن تكون ضاعت مننا في زحمة اليوم، متعة القراءة الحقيقية. مش بس إننا بنجمع معلومات وخلاص، لأ، ده إحساس تاني خالص، إحساس الغوص في عوالم تانية، الشغف اللي بيخلي الكتاب ده جزء من تكوين الواحد. بالاعتماد على كتاب قراءة القراءة لفهد الحمود، هنشوف حكايات مدهشة من تراثنا عن علاقة مختلفة تماماً مع الكتب. طيب خلونا نبدأ سؤال مهم بصراحة. إمتى آخر مرة الواحد مسك كتاب وسرح فيه تماماً لدرجة إنه ينسى الموبايل اللي جنبه ده خالص؟ الإحساس ده في عالمنا اللي كله إشعارات ومقاطعات، الإحساس ده بجد بقى عامل زي الكنز اللي ضايع. خطوة قبل الخطوات، تقدير السعي ورا المعرفة. الفكرة إن المتعة دي، متعة القراءة، مش بتيجي كده من الهوا. لا، في خطوة مهمة أولى قبلها، هي إن الواحد يقدر الرحلة نفسها. يعني القيمة مش بس في إن الواحد يوصل للمعلومة، لا، القيمة كلها في التعب والمجهود والسعي بقى. 70 مرحلة للعالم، رحلة خرافية عشان مخطوطة واحدة. وهنا بقى ندخل على أول قصة معانا، قصة بتورينا يعني إيه تضحية ومجهود خرافي عشان كتاب واحد بس. حكاية عالم سافر 70 مرحلة، تخيلوا الرقم، 70 مرحلة، رحلة صعبة جدا عشان يوصل لمخطوطة. الحافظ ابن المقرئ بيحكي إنه سافر بنفسه 70 مرحلة كاملة عشان بس يجيب نسخة من كتاب واحد لمفضل ابن فضالة. لازم نتخيل المشهد ده كويس. 70 مرحلة دي مش رحلة بالطيارة ولا بالعربية، لا، دي رحلة كانت على رجلين أو على دابة. يعني ممكن تاخد شهور، شهور في صحراء، بتعبها، بخطرها، بجوعها، كل ده عشان كتاب واحد. وبعد كل التعب والمشوار ده بيقول جملة بصراحة بتلخص القصة كلها. بيقول إن الكتاب ده ولو عرض على خبازة برغيف لم يقبلها. يعني إيه الكلام ده؟ هنا بقى بنفهم المبدأ. قيمة المعرفة الحقيقية قيمتها جوه الشخص اللي بيدور عليها، مش في أي حاجة تانية. هي كنز للي بيسعى له، وحرفياً ولا شيء للي مش فاهم قيمتها. وهنا بقى بنعمل نقلة من رحلة السعي والمشقة عشان الواحد يوصل للكتاب لرحلة تانية خالص، رحلة المتعة والهدوء اللي الواحد بيلاقيها جوه صفحات الكتاب نفسه. يعني من صعوبة العالم الخارجي لجمال وسحر العالم الداخلي. الملك وكتابه، قصة انغماس كامل. طيب القصة التانية بقى بتورينا وش تاني للموضوع ده، وش الانغماس الكامل في القراءة. قصة الملك أحمد ابن عبد الملك اللي هو ابن المكوي، والقصة دي بتشرح إزاي الكتاب ممكن يتحول لعالم كامل لوحده. تخيلوا معايا واحد من أصحاب الملك ده راح له في العيد عشان يزوره، لقى باب القصر مفتوح. طيب دخل لقى إيه؟ لقى الملك قاعد غرقان في كتاب ومش حاسس بأي حاجة حواليه. صاحبه استغرب جدا طبعا، بس قال يمكن يرجع له تاني يوم. راح تاني يوم نفس المنظر، تالت يوم نفس المنظر. فضل يروح ويرجع لمدة 10 أيام، 10 أيام كاملة نفس المشهد بالظبط. الباب مفتوح والملك في عالم تاني، عالم الكتاب بتاعه. وبعد 10 أيام بالتمام والكمال، الملك أخيراً بيرفع راسه من الكتاب وبيشوف صاحبه. طبعاً اعتذر له، بس التفسير بتاعه كان أغرب من الموقف نفسه. قال له إنه كان ماسك في مسألة معينة جوه الكتاب وما كانش قادر يسيبها إلا لما يحلها. يعني الموضوع ما كانش تكبير دماغ أو تجاهل، لأ، ده كان غرقان بكل معنى الكلمة. عقله كله وروحه كانوا محبوسين جوه المسألة دي. وبعدها قال جملته التاريخية اللي بتلخص كل حاجة. قال: والله ما لي لذة ولا راحة في غير النظر والقراءة. ياه، يعني متخيلين؟ بالنسبة للملك ده قمة السعادة والراحة مش في الملك ولا في السلطة، لا، دي في قعدته الهادية مع كتاب. هنا فعلا بنشوف يعني إيه متعة القراءة اللي بنتكلم عليها. الراحة في القراءة. القصص دي اتعلمنا إيه النهاردة؟ طيب، القصتين دول إيه الدرس اللي ممكن ناخده منهم في حياتنا دلوقتي؟ هل الشغف ده أصلاً لسه له مكان وسط كل الدوشة اللي حوالينا؟ القصتين دول عاملين زي وشين لعملة واحدة. بالنسبة للعالم، القراءة كانت سعي، كانت رحلة ومغامرة عشان يوصل للمعرفة. أما بالنسبة للملك، فالقراءة كانت ملجأ، حتة أمان كده ومصدر للراحة والانبساط. يعني ببساطة، السعي ورا الكتاب والراحة جوه الكتاب. والخلاصة الأهم من كل ده إيه بقى؟ إن القراءة بالنسبة للناس دي ما كانتش مجرد هواية أو نشاط بيعملوه في وقت الفراغ. لأ، دي كانت جزء من كيانهم، جزء من هويتهم، الطريقة اللي بيشوفوا بيها الدنيا أصلاً. كانت حالة انغماس كامل لدرجة إن الواحد نفسه بيدوب جوه الكلام اللي بيقراه. وده بقى بيوصلنا للسؤال الأخير، سؤال هنسيبه كده مفتوح للتفكير.
يا ترى إيه هي المعرفة أو إيه هو الشغف اللي ممكن يستاهل إن الواحد في حياته يمشي علشانه 70 مرفرة؟ وإيه هي الفكرة اللي ممكن تخلي الواحد ينسى العالم كله حواليه لمدة 10 أيام؟